طبعا الأستاذ مصطفى بكر الكاتب الصحفي قال تعليقا على هذا الحدث: حادث انقلاب سيارة الأمن المركزي كارثة وقد يكون عملا مدبرا. غدا بإذن الله ذكرى حادث ماسبيرو الأليم، وبهذه المناسبة هناك يعني فعاليات كثيرة خاصة بالمطالبة بمحاكمة العسكريين، المطالبة بعدم الخروج الآمن. 6 إبريل يعني تطالب بفتح هذا الملف والتحقيق فيه بشكل جدي، وتقديم آخرين وتقديم المصابين، تقديم المسؤولين عن هذا الحادث بشكل جدي، لأنه بكرة سنجدد وسنفتح من جديد جرح غائر في قلوبنا جميعا في حادثة ماسبيرو. زمايلنا في الإعداد بيقولوا لي إنه معانا دكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء.